السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده معانا أرنبة والدة هي. هنشوف يا ترى هي والدة كام، وهنشوف طبعا هنعمل ايه دلوقتي للأرانب ديت. عشان طبعا احنا في فصل الشتاء، لازم طبعا بيكون فيه رعاية بالأرانب الصغيرة بالذات، رعاية معينة عشان طبعا نقدر ان احنا نستفيد من الارانب كلها، مفيش اي ارنب صغير يموت. ومن ناحيه برضه مش بس ان ارنب يموت، لا، من ناحيه ان الارانب دي تكبر وتحول معانا، لان طبعا السجعه بتاثر على الارانب الصغيره بالذات في التحويل وفي كل حاجه. يعني بتلاقي الارنب ممكن ما يموتش، يموت على رابع يوم، يموت على خامس يوم، يموت على اسبوع. تلاقي الارنب راضع وجاي له اسهال اصفر كده وميت. فبيحصل حياة يا جماعه، لازم ان احنا ناخد بالنا منها. هنشوف طبعا الارانب ديت مع بعض اهي. اول حاجه يا جماعه لازم ناخد بالنا واحنا رايحين نعد الارانب، ما نحطش الارانب في حاجه ساقعه. ناخد شويه شعر كده من شعر الارنبه الاول، نحطهم في الحاجه اللي احنا هنعد فيها هي، نحط فيها شويه شعر كده. وطبعا بنحطها في مكان تاني كده، وبناخد بسم الله ما شاء الله. هنشوف الارانب اهو مع بعض. بسم الله ما شاء الله. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمن أرانب هم يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. تمن أرانب هم. هنغطي عليهم كده، وهنبدأ إن إحنا ندور في العش ده يا جماعة على أي أرنب ميت، أو على أي حتت من المشيمة مكان الأم ما كانت والدة، أو على أي حاجة رطبة. طبعا لو ما لقيناش حاجة رطبة في العش بنسيبه على ما. لو لقينا أي حاجة رطبة في العش يا جماعة لازم نغيروها. حاجة رطبة زي إيه؟ زي طبعا الإفرازات اللي بتبقى مكان الولادة، أو لو كانت الأم متبولة في الولادة ولا حاجة، لازم نغير الكلام ده كله. مفيش أي حاجة طبعا. بنحط الأرانب كلها زي ما هي كده، بنحطها، بنقلبهم يا جماعة مع بعض كده هو بالشعر بتاعهم، وبنغطي على الأرانب كده. أو بسم الله ما شاء الله، عندهم دفى هو، وغطينا عليهم كده بالطريقة ديت. الأرانب يا جماعة بنخلي العش يا جماعة دايما يكون فيه فحرة، والأرانب محطوطة فيها، يعني زي عش العصفورة كده، والأرانب تكون في النص. لأن طبعا العش لو كبير، لو الولاده كلها، مساحه المربع بتاع الولاده معموله كلها عش، طبعا الارانب دي هتلاقي كل ارنب في ناحيه. فطبعا مش هيبقى فيه دفء الارانب ديت، والارانب دي هيبدا ارنب يرضع وارنب ما يرضعش. وطبعا لان الام يا جماعه بتخش طبعا بترفع نفسها شويه، والارانب بتكون في كلها في العش ده، فبتبدا ان هي كلها ترضع. انما لو في ارنب هنا وارنب هنا وارنب هنا وارنب هنا، في اللي هيرضع وفي اللي مش هيرضع. طبعا يا جماعة لازم ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا نكون حاطين فرشة تحت كرتونة الولادة. مهم جدا يا جماعة ان احنا نكون حاطين فرشة تحت كرتونة الولادة، عشان طبعا هنفتح للام اهوت عشان هي متعصبة عايزة تشوف ولادها اهو. لازم ان احنا نكون حاطين فرشة تحت كرتونة الولادة، عشان يا جماعة ما يحصلش ان الارانب يجي لها هوا من تحت وتبدأ ان هي تسقع، ويبدأ ان يحصل مشاكل في الارانب ديت. لو الولادة عندك من النوع ده اللي انا بصور قدامه ده، الغطا بتاعها من فوق سلك، لازم تغطيه باي حاجة زي كده عشان تساعد في الدفع برضه مع الارانب. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.